السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده هنعمل زي ما انتم شايفين كده فرخية. هنحشيها النهارده خضار، حشوة كده حلوة وهتعجبكم ان شاء الله. تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل الكلام الجميل ده ازاي. انا هنا معايا فرخية. الفرخة دي فرخة وسط، تمام، حوالي كيلو ونص. هحشيها اي خضار موجود عندي. فطبعًا لقيت عندي جزر وبطاطس وكوسة، فحلوين جدًا. في فاصوليا بس أنا عندي مش بيحبوها في وسط الخضار، فهاعمل بس كوسة وجزر وبطاطس. أنتِ أي نوع خضار بتحبيه ممكن تحطيه، ممكن بسلة، ممكن فاصوليا، ممكن قطع من البتنجان براحتك، ولكن ما تكتريش لإن الفرخة مش هتاخد حشو كتير، تمام؟ أنا معايا هنا الكوسة بتاعتي مقطعاها كده هي والخضار بتاعي مكعبات، قطعي الشكل برضه اللي يعجبك. أنا هاعمل إيه، تعالوا بقى نروح مع بعض كده ونسوي الخضار، يعني هندّي له تشويحة كده عشان يبقى ليه طعم حلو، تمام. جبت الطاسة بتاعتي ونزلت بشوية كده صغيرين من الزيت، وهانزل عليهم بالبصل، تمام. هامسك بقى البصل بتاعي كده أدّي له تتبيلة، يعني هاخلّيه يدبل شوية، أهو، أقلّب كده فيه حبّة. أنا عايزاه بس يدبل ما ياخدش لون علشان ما يغمّقش معايا الخضار، تمام، أهو. أول ما يبدأ يدبل معايا زي ما أنتم شايفين كده، هانزل عليه بقى بكل الخضار اللي معايا أهو، تمام. آمم هندّي بقى تشويحة حلوة كده للخضار بتاعي علشان طبعًا بيفرق، التشويحة دي بتفرق جدًا في الطعم. لو حطيتيه وهو ني بيبقى طعمه مش لذيذ أوي يعني، فأنا باحب أدّي له التشويحة دي. وبرضه حاجة ترجع لِك، عايزة تحطيه ني كده في قلب الفرخة ما فيش مشكلة، خلاص. أهو أنا هادّي له كده تشويحة حلوة، وهانزل بقى عليه بالتوابل بتاعتي. تعالوا أقول لكم إيه هي. أنا معايا هنا شوية كاري وشوية بابريكا وفلفل أسود وشوية بهارات فراخ وملح ومكعب من المرقة. هانزل بكل المكونات دي كده على الخضار بتاعي وأدّي له تقليبة كده حلوة، تمام. أول ما أحس إن الخضار بتاعي اتشوّح وخد تشويحة أهو، أحاول بس كده أقلّب كل التوابل معاه عشان تاخد طعم حلو كده الخضار بتاعي، تمام، أهو. أنزل كده بقى بحوالي 3 معالق كده من المَيّة أهو. أول ما هيبدأوا يتشربوا شوية المَيّة اللي أنا حطيتهم دُولًا، هاطفي على الخضار بتاعي. أنا كده بقى الخضار بتاعي خلاص استوى أهوّة، هانزل كده أمسك الفرخة بتاعتي وأبدأ إن أنا أحشي الخضار أهو، تمام، بسم الله. يعني طبعًا سِبت الخضار بِرِد علشان خاطر أقدر إن أنا أحشيه بكل سهولة ما يبقاش مضايقني وأنا باحشي، تمام، أهو. أنا باحشي بقى الفرخة بتاعتي، طبعًا هاحط كل الخضار اللي معايا أهو، هاحاول أدخّله كده بالراحة كل مكان أهو. بصوا شكلها عاملة إزاي. طبعًا هاحشي بقية الخضار دوّة في الأجناب كده أكمّل الباقي، تمام كده. أنا خلاص كده حشيت الخضار بتاعي كلّه، مليت بيه الفرخة أهو. هابدأ بقى إن أنا أقفّلها بأي طريقة بقى تحبيها، بالخيط، بخلة سنان، بأي طريقة أنتِ بتحبيها هنقفّل بيها الفرخة. أنا خيّطتها كده وكتّفتها وضبّطتها أهو، بصوا شكلها. هاعمل إيه بقى، هافتح كده كام فتحة بحيث إن الفرخة لمّا تتسلق ما ت ما تفرقعش منِّك ولا تفتح. نروح بقى على البوتاجاز كده حاطة حلة فيها شوية خضار، طماطم، على جزر، على بصل، مع مكعب مرقة، وهابدأ إن أنا أنزل الفرخة بتاعتي كده بعد المَيّة بتاعتي ما غليت. هاسيبها بقى لحد ما تستوي، وأول ما تستوي هنطلّعها علشان ندخّلها الفرن بقى كده تاخد لون. أنا جبت كيس صلصة علشان هادهن بيه كده الوش بتاعي، الموضوع مش صعب ولا حاجة. أنا هاعمل إيه، هافضّي كده كيس الصلصة وأحط عليه شوية من الزيت، أخلطهم كده مع بعض أهو. ما فيش أسهل من كده. طبعًا مش هاتبّل الطماطم، هي فيها ملح وكل حاجة، فأنا مش هاتبّلها، أنا بس هادّي لون للفرخة. خلاص هادهن كده الوش بتاعها أهو، وأحطها تحت الشواية. بعد ما الجزء دوّة ياخد لون،
طبعا بقلب اليمة التانية وادهنها برضو واحطها تحت الشواية اهو. تمام كده. دخلها بقى الفرنة، وبعد ما طلعتها كده بصوا شكلها جميل ازاي. فك بس الخيوط بتاعتها كده اهو. تمام. وهجيب المقص بتاعي ونبدأ بقى نفتحها عشان اوريكم شكل الخضار في قلب الفرخة عامل ازاي، ولا مهري ولا في اي حاجة بايظة. ليه؟ لان احنا شوحناه وقفلنا عليه كويس جوه الفرخة اهو. طبعا خد من طعم الفرخة وهي بتستلق وخد من طعمها وهي بتتحمر، فالموضوع بيبقى جميل جدا اهو. طبعا اهم حاجة في موضوع الصيام دوت ان احنا منبقاش عارفين التتبيلة بتبقى حادقة مش حادقة الكلام ده كله. فانتي ما تزوديش ملح، اهم حاجة ما تزوديش ملح في حاجتك. اما الحاجة تطلع دلع شوية احسن ما تطلع حادقة وما ياكلوهاش. تمام. نخلي بالنا من الموضوع دوت. بص شكل الخضار ولا معجن ولا مهري ولا في اي حاجة، بجد حلو جدا جدا وعجبت الاولاد قوي. لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اشتراك ولايك، واشوفكم على خير.